أحد الأصدقاء سألني عن مواد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وبما إني مش أزهري ولما كنت خريج آداب لغة عربية جامعة اسكندرية، حبيت أكلمكم النهاردة عن المواد اللي بيدرسها الطالب في آداب لغة عربية جامعة اسكندرية. ما تيجي أقول لك إيه المواد اللي هتتعلمها في آداب لغة عربية جامعة اسكندرية؟ يلا بينا. واحد، في 3 أقسام كبرى حضرتك مش هتاخد بالك منهم إلا لما تدخل الدراسات العليا زي العبد لله كده وتبقى في الماجستير، وهي الدراسات الإسلامية، الدراسات اللغوية، الدراسات الأدبية والنقدية. 2، في الليسانس حضرتك هتدرس المواد دي مع بعض ومش هنقول لك الفرق ما بينهم ولا هتاخد بالك. 3، طبعا الاهتمام الأكبر بالجزء بتاع الأدب، لأنك في قسم اللغة العربية وآدابها، والأدب بقى بيجي معانا من أوله كده: جاهلي، صدر إسلام، أموي، عباسي أول وتاني، دول وإمارات، أندلسي، وبعدين حديث، وبعدين ممكن معاصر كمان. والنقد نفس الحكاية: تاني هجري، تالت هجري، رابع، خامس، وبعدين حديث، ويمكن معاصر كمان. البلاغة تدرس الأول تاريخ النقد والبلاغة، دي حاجة ميكس كده بتحكي لك أصل العلم يعني أو العلمين، وبعدين تاخد بقى علوم البلاغة ال3: معاني، بيان، بديع. 4، في قسم الدراسات اللغوية في عندنا 3 حاجات: نحو، صرف، لغة. النحو والصرف مادة واحدة بس وممتدة معانا ل4 سنين. اللغة فيها أكتر من حاجة هتتعلم فقه اللغة اللي هي أساسيات اللغة، في كتاب حلو قوي للثعالبي اللي هو فقه اللغة وأسرار العربية، ممتاز جدا وأكتر من كتاب في الموضوع ده. وبعدين هتاخد مثلا تاخد اللهم ذكرني المعجم والدلالة، دي مادة برضه بتاخدها في سنة 4. وفي النص بتدرس طبعا حاجات متفرقة لها علاقة باللغة في علم اللغة. 5، الدراسات الإسلامية، هتدرس تاريخ شبه الجزيرة العربية اللي فيها النبي وفيها العرب، واللي طبعا مرتبط بالجاهلي كمان وعند صدر الإسلام وغيره. هتدرس فلسفة إسلامية، ودي في منها شقين: شق له علاقة بين علم النفس والنبات وحاجات ملهاش علاقة قوي بالعربي، والجزء التاني ليه علاقة بالعربي ممتاز وهو جزء الفرق والمذاهب، وده مربوط جدا بالعربي ومهم جدا ان احنا نتعلمه. كمان عندك الحضارة الإسلامية، ودي لذيذة خالص، في بقى الحضارة والتاريخ بقى الحضاري بتاع المسلمين بشكل عام بقى، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، اشياء من هذا القبيل. هتدرس علوم القرآن، علوم الحديث، بس مش بشق متوسع لان طبعا احنا بنتكلم على اللغة العربية وادبها. 6، الانجليزي او اللغات الاخرى كمان. الانجليزي اولى وتانية تدرس انجليزي انجليزي ثانوية عامة، يعني شبه ثانوية عامة. 3 ورابعة بقى اللغة العربية حديثة، وده انجليزي ليه علاقة بالادب: شعر، رواية، وكتب. انا مثلا درست الحيوان للجاحظ بالانجليزي في 3 ورابعة. في كمان شوية بقى مواد ذات صلة يعني متعلقة. 7، في كام نصيحة كده حابب اقولهم لك. اول حاجة: ما تدرس عربي الا لو كنت حابب تدرس عربي، يعني ما تروحش اداب عربي عشان المجموع جابك اداب عربي، لان العربي صعب. اقسام اللغات مش بس في كلية الاداب، في كل حتة في العالم صعبة، هي الاصعب والاصعب على مستوى العلوم الانسانية او العلوم الاجتماعية. الحاجة التانية: لو حبيت تكمل فما تكملش الا في التخصص اللي يناسب شغلك. طيب لو في حاجة بتحبها وهي دي اللي حاسس انك هتبدع فيها، خش واشتغل، لكن ده مش الاصل انك تشتغل وبعدين تشوف تدرس يقوي اللي انت اشتغلته. قشطة. اخر حاجة: هو العربي مهم
المفروض انه مهم، لكن هنأجل بقى أهمية العربي لفيديو قادم إن شاء الله. أخيرا أتمنى نكون استمتعنا وطلعنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.